السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معي في مطبخ هبة الشربيني، وهنبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل النهاردة مع بعض القرص بعجوة اللي هي الدايبة شوية مش الطرية، وإن شاء الله مع بعض هنعمل القرص الطرية وبطرق مختلفة جدا، قرص بعجوة برضو بطرق مختلفة، ودي أول طريقة معانا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على المقادير اللي معانا. معانا هنا 2 كيلو دقيق، ومعانا بلح هنا انا فرماه بلح مفروم، ومعانا هنا رتل من الحليب، ومعانا هنا بيكنج باودر وفانيليا وسمسم ورشة ملح ومعلقة سكر، ومعانا هنا معلقتين سمنة بلدي عشان نعجن بيهم البلح اللي معانا، ومعانا هنا حوالي كيلو او كيلو الا ربع من السمنة على الزيت. تمام كده. هنبدأ هنا نحط كل المكونات مع بعضها، البيكنج باودر والفانيليا على الدقيق. هنا المكونات الجافة كلها نحطها على بعضها كده، وهنا كمان معانا السكر ورشة الملح، وهنحط هنا نص السمسم اللي معانا على الدقيق كده. احنا حاطين السمسم عادي من غير ما نحمصه ولا حاجة. هنركن بقى المكونات اللي معانا دي على جنب، وهنبدأ هنا نعجن البلح اللي معانا. البلح ده انا مفصصاه وفرماه فرمة كده بسيطة في الكبة او في المفرمة العادية. هنبدأ نفككه كده من بعض. طبعا لو تحب بدل البلح عجوة مفيش اي مشكلة. هنحط باقي السمسم معانا على البلح اللي معانا ومعلقتين السمنة البلدي. طبعا ممكن تستغنى عن السمنة البلدي بسمنة عادي، سمنة يعني مش شرط تكون سمنة بلدي، المتاح عندنا نستعمله. هنبدأ نعجن البلح كويس قوي كده، ندخل كل المكونات في بعضها. وده البلح بتاعنا اهو. هنركنه بقى على جنب لغاية ما نعجن العجينة اللي معانا. هنبدأ هنا ننزل على المكونات الجافة اللي احنا حطيناها كلها على بعضها. هنبدأ هنا نقلبها كويس قوي مع بعض. والخطوة دي احنا هنعملها بس لطريقة القرص بالعجوة دي. الطرق الجاية ان شاء الله مش هنعمل الخطوة دي. هنبدأ هنا بقى نبس السمنة والزيت في الدقيق الاول، هنبسه كده مع بعض كأننا بنعمل كحك بالظبط. تمام كده لغاية ما الدقيق اللي معانا يكون زي الرملة كده. الطريقة اللي انا بعملها دي طريقة القرص اللي هي بتبقى دايبة شوية، مش القرص اللي بعجوة الطرية. هنعمل برضو القرص اللي بعجوة الطرية مع بعض. ولو انتم ملاحظين ان الدقيق اللي معايا هو برضو مش سمين قوي، هو في المعقول. تمام كده. هنبدأ هنا بقى ننزل باللبن حبة حبة كده لغاية ما نلم العجينة اللي معانا كأننا بنعمل كحك بالظبط. شايفين العجينة دايبة خالص معانا او مرقة معانا. كل ما نعجنها هتبدأ الدقيق اللي معانا يشرب اللبن. متقلقوش من الخطوة دي خالص. طبعا حبايبي الشطار عارفين الحاجات اللي انا بقولها دي، بس انا بكلم الصغيرين اللي لسه مش عارفين او عايزين يعملوا الحاجات دي وخايفين يجربوها. هنبدأ نلم العجينة بتاعتنا كلها واحدة واحدة كده، وهننزل برضو باللبن واحدة واحدة كل ما نلاقي العجينة اللي معانا محتاجة. تمام كده. احنا كده لمينا العجينة بتاعتنا كلها اهي. هنبدأ بقى نسيبها تختمر وترتاح براحتها، ونغطيها زي ما احنا متعودين بكيس بلاستيك. ولو في استرتش راب بيكون احسن. نغطي العجينة كويس ونسيبها تختمر براحتها. وهنا العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت احنا بنقطعها كور صغيرة خالص كده.
طبعا انت ممكن تحط العجينة على على الرخامة او على الطبلية اللي معاكي، تبداي تقطعيها قطع صغيرة بقطعة. مش شرط الخطوة اللي انا بعملها دي، البنات برضو اللي مش هتعرف تعمل الخطوة دي، بس هي سهلة اوي مفيش فيها اي حاجة. هنبدأ هنا نقطع كل العجين اللي معانا كور متساوية قد بعضها. ان شاء الله في طرق تانية حلوة قوي للقرص بعجوة هنعملها مع بعض واشكال كتير غير الشكل اللي انا هعمله ده. كده قطعنا الكور بتاعتنا كلها هي متساوية قد بعضها. هنسيبها بقى ترتفع 3 دقايق بس. هنبدأ هنا نجيب كل كورة ونفردها كويس قوي كده، نعمل لها تجويف. وهنبدأ نجيب قطعة البلح. احنا ممكن يعني البلح ده ممكن نعمله كور صغيرة وناخد الكورة نحطها في كورة العجين على طول، ده متاح وده متاح. هنبدأ هنا نبطط القرصة اللي معانا كده على ايدينا بالراحة او على طبلية او على الرخامة زي ما تحبي. تمام كده، خطواتنا كلها سهلة وبسيطة اهو، مفيش فيها اي حاجة ولا اي مشكلة. هنبدأ هنا نحشي كمية العجوة مناسبة جدا لكمية العجين اللي معانا، عشان تكون القرصة كلها فيها عجوة وملانة عجوة كده، ما تكونش حتة فاضية وحتة ملانة. ونفردها كويس قوي عشان العجوة تتفرد في قلب القرصة من جوه، ولما تيجي تاكليها تلاقي العجوة مالية القرصة كلها لغاية الطروف ملانة عجوة. تمام كده، مفيش اسهل من كده طبعا. طبعا مفيش احسن من انك تعملي كل حاجتك في بيتك وبايديكي. الشراء مفيش اسهل منه، بس كل ما تكوني عاملة الحاجة لولادك في بيتك بنظافة بتكوني مرتاحة ومبسوطة اكتر، وانت قاعدة بتشتغلي كده حوالين ولادك وحاجتك كلها في بيتك ومعمولة بنظافة وانت ضمناها. تمام كده، مفيش اسهل من كده طبعا. ودي القرص بتاعتي بعد ما خلصتها تبطيط. هسيبها بقى ترتفع زي ما انتم شايفين شويه كده، وهبدا ادخلها في الفرن على طول. طبعا عندك فرن البوتاجاز ماشي، فرن الغاز الطبيعي العادي بتاعنا عادي ماشي. ودي القرص اهي لسه هتدخل على سوا وهي في الفرن. ودي القرص بعد ما استوت واحمرت وبقت زي الفل، ريحتها خطيره بجد، ريحتها تجنن. ودي القرص بتاعتنا خفيفه ومش مكتومه من جوه، والعجوة زي ما احنا شايفين مفرودة فيها كويس قوي. تاكل القرصة كلها زي بعضها من اول قطمة لاخر قطمة. والقرص اللي معانا ما شاء الله يعني هي مش ناشفة، هي طرية ومقرمشة في نفس الوقت وحلوة قوي. ويا رب تكون القرص قدمها طبعا هنا مع شاي بلبن او بشاي سادة زي ما تحبي. ويا رب يكون الفيديو بتاعي خفيف على قلوبكم وسهل وبسيط كده. ولايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.